كليه الهندسه ما دخلتش كليه الهندسه، في حين ابن سائق والدي هو اللي دخل كليه الهندسه لان هو اللي جاب المجموع. فدي مصر اللي انا اتربيت فيها، ودي مصر اللي انا بنحلم فيها ان شاء الله. الجمهوريه الثالثه ما فيهاش لا محسوبيه ولا رشوه ولا فساد. المحسوبيه الرشوه والفساد دي هي دي طاعون وسرطان اي تقدم واي حضاره. فانا ده سؤال هو فعلا اللي حد يعتبره سؤال طريق بس. وبعدين انا لكم حاجه كمان، لا عبد الحكيم يطلبها ولا انا اقبلها، لان احنا الاثنين ولاد عبد الناصر بالدم وبالفكر. في حاجه اهم من كده عايزكم تعرفوها في امر الله. احنا ما نبني البلد ده، بلدنا بنحبها وخيرها كتير، اذا اتبنت كويس محدش هيحتاج اصلا يطلب واسطه، لان ده هو الكنيسة. هنا ده المحراب. لما دخلنا ليها في المحراب كان بالظبط المكان اللي بيعبد فيه محدش هيخش خالص. فبرضه جت ايام كان رئيس الكهنة بس اللي هو يخش المكان ده. لا طبعا بقيت الرتب الكهنوتية هي اللي يسمح لها ان تخش غير كده طبعا لا. وباقي الناس طبعا بيبقى ليهم درجات معينة. الناس المؤمنين المبتدئين يعني الحياة مش زي دلوقتي انا افتي فتوى ودي افتي، لا في مرجعيات. في مرجعيات. سلم بقى من يديرها الابناء الله مبروك مقدم. احنا بنحب الزعيم عبد الناصر، يمكن مش قاعد يقولها الزعيم وقابلني في الغردقه قبل كده من 15 سنه ولا كده. احنا ما لناش حد يقول لك اسمائهم على يجي الفرق هنا. يعني شوف حتى ناس المصريين سلمت على رئيس الجمهوريه شوف تدخل بكره احس لا يعني البسيط ده احساس من ربنا. سلم لو شوف ثوره هو عايز يسلم على رئيس الجمهوريه. ثوره يا ساتر لغه بلدنا كده. انت حدانا هنا يا ريس وبلغتنا. ايوه حدانا